وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأني سمعت الله بعقبها يقول إيه؟ قال إيه ربنا بعد كده؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي مش خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ كل سنة وانتوا طيبين. النهارده بقى ان شاء الله بإذن الله اول يوم النهارده في السنة الجديدة، بس ادعولي كده ان النت يشد حلو معايا والفيديو ده ينزل لكم النهارده. فحبيت ما نشدكمش كده في اول يوم نشارك معاكم الفيديو البسيط ده. انا بصراحه يا بنات الفيديو ده انا مصوراه امبارح بس ما لحقتش بصراحه اللي انا انزله، فحبيت بقى. طبعا انتوا غاليين جدا جدا على قلبي يا بنات، ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا ابدا. ناس عزاز على قلبي بجد، ناس حبها صادق، حب لله في لله من غير اي مقابل. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حبيبه قلبي، اول مره اشوف القناه بتاعتي، خش خدي لك جوله بسيطه ان شاء الله باذن الله هتعجبك. لو عجبتك اوعي تنسي طبعا الاشتراك في القناه وضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل اشعار فيديو انا بنزله. حبيبات قلبي طمنوا عليكم يا بنات دلوقتي حالا في الكومنت. اوعي تنسي اللايك يا حبيبه قلبي، اللي طبعا بيرفع معايا الفيديو بخلي غيرك يشوفه وبيستفاد منه. وطبعا يا حبيبه قلبي حابه بس اللي انت تخشي تتفرجي على الفيديو وخلاص وتخرجي، قبل ما تخرجي بس تحطي بصمتك ان شاء الله باذن الله، لايك كده اللي يرفع معايا الفيديو. بدأت الفيديو ده يا بنات حوالي الساعة بالظبط 4 الفجر. قمت الحمد لله زي ما انا متعودة، قمت صليت وخلصت ودخلت بقى. كانت عندي فرخاية كده ايه في التلاجة، قلت ان انا نطلعها نشويها ان شاء الله بإذن الله. بس بصراحة على ما جيت بقى كنت محتارة نعمل ايه النهاردة، نخليه النهاردة نسلق لحمة، نعمل مش كده يعني. فقلت لا، انا هنشوي لهم فراخ النهاردة ان شاء الله بإذن الله، ونعمل لهم ملوخية فريحة او جنبيها. فلما صحيت بقى كانت الفرخة طبعًا في الفريزر، فما لحقتش إن أنا نتبّلها من بالليل. فصحيت بقى الساعة 16:00 قُلت اللي أنا هنتبّلها عشان بس تلحق طبعًا الفراخ المشوية يا بنات. طول ما تسيبيها في التتبيلة بتاعتها بتبقى طعمها جميل جدًا، وبتبقى بتدّيكِ طعم أحسن ما تبقي أنتِ لسه حاطاها ساعة أو 2 يعني. فأول حاجة بدأتها خالص اللي أنا نعمل الأول التتبيلة بتاعتها بالحاجة الموجودة عندي برضه. كان عندي كده معلقتين لبن رايب، ماشي، عندكيش لبن رايب زبادي من اللي هو بيبقى من المُعلّب ده، طماطماية، بصلاية برضه بشرتها، طماطماية بشرتها، فصين توم، طبعًا التوم اللي أنتم شايفينه ده يا بنات أنا مفصّصاه عشان خاطر بقى نفرمه في الكبة ونحطه كده نستعمل منه، بدل ما كل شوية ناخد شوية ونقطّعهم والكلام ده كله، بينجز معايا لو أنا مثلًا مستعجلة في الأكل وكده. وجِبت بقى كل التوابل الموجودة عندي، طبعًا بهارات فراخ، كركم، برضه كاري، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر برضه، كمون عشان بس ما ننساش حاجة، طبعًا معلقتين زيت يا حبيباتي والملح وال7 بهارات، ورشيت كده رشة بسيطة قرفة برضه. ولو عندِك برضه يا حبيبة قلبي صلصة، معلقة صلصة كبيرة كده تحطيها بتعزّز لِك اللون، بس أنا بصراحة ما كانش عندي صلصة وكده. ومسكت برضه كده إيه جوزة الطيب كده بشرة بسيطة أو بشرتين مش أكتر من كده. هي يا بنات بتحب توابلها كتيرة، لو عندِك صويا صوص جميلة جدًا، لو عندِك برضه دبس الرمان بتبقى جميلة جدًا جدًا. الحاجات دي طبعًا بتدّيها طعم أكتر وأجمل من اللي أنا باقول لكم كمان عليه، بس أنا بصراحة عملتها بالحاجة اللي موجودة عندي يعني وطلعت تحفة والله يا بنات الحمد لله. مسكت الفرخة طبعًا وكنت حاطاها بقى نقعاها في المحلول بتاعها اللي هو الملح بالدقيق بالليمون، وبعد كده طلعتها بقى غسلتها ومسكتها كده من سلسلة الضهر قسمتها نصين. وبعد كده شُفت بقى هاحطها بقى في التتبيلة بتاعتها عشان خاطر تاخد من التتبيلة بتاعتها يا بنات. بصراحة ما كانتش هتاخد ولا تدّي معاها خالص، فأنا عملت إيه، لبست كيس بقى زي ما قُلت لكم من كيس التلاجة ده ومسكتها بقى إن شاء الله بإذن الله، غرّقتها بقى في كل التتبيلة اللي أنتم شايفينها ديّة يا بنات، بحيث بس إن أنا نغمرها كلّها في التتبيلة بتاعتها، وبعد كده بقى أغطّيها بورق استرتش عندِك، أي حاجة بقى. المهم هي كده، كده مش محتاجة أصلًا إن أنتِ تدخّليها التلاجة، الجو بارد أصلًا. وخلاص على كده، بس عصرت ليمون عشان كنت ناسية بس إن أنا أعصر الليمون على التتبيلة ديّة. وخلاص على كده إن شاء الله بإذن الله جهّزتها، وهنسيبها بقى إن شاء الله بإذن الله على الساعة 10 كده، يعني كده يعتبر خدت 5 ساعات في التتبيلة زي ما قُلت لكم. وخلاص هنسيبها بقى، وبعد كده نمسك التوم يا بنات اللي أنتم شايفينه ده، هنفرمه طبعًا في الكبة عشان خاطر اللي أنا نشيله يا بنات، بيساعدني جدًا، جدًا عشان خاطر لمّا تبقي أنتِ مستعجلة في المطبخ وكده. وتاني حاجة بقى لإن دلوقتي ميعاد إن التوم بيطلع في الأراضي الزراعية، فهو بقى بينبت الزراعة اللي هي الخضرا ديّة فهيفضّي فاهمين. فقُلت لأ حرام يعني إن أنا نرميه، أنا هنمسكه كده نفصّصه، وبعد كده هنمسكه نفرمه في الكبة مع ملح وهنحطه في العلبة، أي علبة عندِك بلاستيك. أنا حاططها في علبة ديّة كانت علب جبن، يعني لمّا نجيب علب جبن ما بنرميهاش يا بنات، بنستغلها في أي حاجة زي ديّة. وهنحط بس على وشه كده يعني معلقتين زيت عشان خاطر بس ما يدّيش اللون الأزرق اللي أنتم بتشوفوه ده. عايزة تحطيه في الفريزر ما فيش أي مشكلة، عايزة تحطيه في كيس برضه ما فيش أي مشكلة، بس أنا طبعًا حطيته في العلبة ديّة. وزي ما قُلت لكم برضه هنحط عليه يا حبيباتي معلقتين زيت عشان خاطر
إن بس الكمية ما تزرقش مني أو تطلع ريحة يعني، فاهمة؟ هي بتبقى مغلفاها كده، الزيت بيبقى مغلفها. انت بقى عايزة تحطيه في الفريزر مفيش أي مشكلة زي ما قلت لك، بس أهم حاجة اللي انت تحكمي بس الغلق بتاعه، عايزة تحطيه في برطمان أزاز ما بيجرالوش أي حاجة في الفريزر. أنا جربته كذا مرة، لا ما بيجرالوش أي حاجة الأزاز في الفريزر خالص، بيبقى جميل جدا. وهنمسك بقى الكمية بقى. عندك برضو كان فلفل أحمر أو فلفل ألوان كده كان موجود في التلاجة فأحمر، فهنمسكه بقى نعمله تتبيلة تانية للبتنجان، نعمل بيه مثلا سمك دقة يعني. برضو الحاجات دي يا بنات بتسهل معاكي جدا جدا. انا عن نفسي يا بنات مش بنحب التفريزات قد كده، بس الحاجه طالما خلاص دخلت ان شفت كده ان هي هتبوظ مني نمسكها لان حرام، فاهمين؟ وطبعا الكيس ده يا بنات تحطيه بس كده عشان خاطر طبعا الريحه ما تنطقش في التلاجة، لان ريحه التوم بالذات لو طلعت في التلاجة بتحسي ان كل الاكل اللي انت حطاه ريحته توم. هنمسك بقى الفلفل اللي انتوا شايفينه اهوت، هو بدأ اللون الاحمر يعني، وكان الوان كده، فقلت ايه نستغله برضو اننا نعمل بقى بقيه الدقه كده مع التوم اللي فاضل متبقي في الكبه، نفرمه ونعمله برضو، بيبقى جميل جدا جدا في حشوات السمك والبتنجان. للطماطم برضو لو هتعملها كده مخلل، المهم اي حاجه يعني تبقى موجوده، الحاجه ديت بتبقى مسهله معاك الامور. اما انا بقى بالنسبه للتوم يا بنات في اول السنه لا انا مش بنعمله كده والله، انا بنسيبه بالعروش كده ونعلقه في البلكونه، نعلقه قدام الشقه بتاعتي، نستغل كده منه إيه اول باول. فانا بنبص عليه لقيت الزراعه الخضر خلاص كده بتنبت فيه، فقلت لا تعالى لي بقى انت هتصفي وتفضي اللي فيك، حرام والله يعني حرام. الحاجه انتوا عارفين يا بنات دلوقتي بتيجي ازاي، والحمد لله يعني حاجات بسيطة اهي بس بتفرق معاكي جدا جدا. ما ترميش اي حاجة، دبري من كل حاجة عندك في البيت، صدقيني صدقيني هتبقى انت غنية بنفسك، مش محتاجة اي حاجة. الحاجة هتيجي اوانها ويبقى لسه عندك الحاجة القديمة زي ما هي، فمش تقولوا لا ده خلاص ده التوم طالع في السوق وتم خلاص مش مشكلة. لا طب ليه يعني؟ بدل ما تشتري مثلا 5 6 كيلو، انت عندك 2 كيلو، اشتري 4 كيلو على 2 كيلو عندك. امسكي القديم زي ما قلت لك، فصصيه واضربيه في الخلاط او في الكبه كده وشيليه، وهاتي بقى ايه على قدك برضو في التوم الجديد ان شاء الله باذن الله. حطيت بقى يا بنات الفلفل اللي موجود عندي، بس ضفت له بقى كمون وفلفل اسود، وبرده لو حابه تحطوا له ليمون تحطوا له خل، الكلام ده كله. المهم تبقى انت مجهزه كل حاجه على الدقه بتاعتك. بصي تبقي في وقت كده مستعجله، في وقت حتى لو مش مستعجله الحاجات دي والله يا بنات بتبصي بتريحك جدا في حاجات كتير كتير في حياتنا. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلى على الرسول واذكر الله، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر. هنخلص كده ان شاء الله باذن الله يا بنات. هقول لكم يعني كان الوقت بقى خلاص كده، كانت بعد الفجر طبعا انا خلصت تتبيله الفرخه ودخلت بس صليت الفجر، وبعد كده طلعت بقى برضو نكمل خلاص الفيديو بتاعي او الشغل بتاعي، لان الولاد صحيوا يعني الساعه 5 بالظبط لقيتهم صحيوا. فطالما صحيوا بقى خلاص كده يعني هقول لكم لان هم متعودين الايام ديت بيناموا بدري، فعشان كده بيصحوا بدري. عند احمد ابني بالظبط الساعه 4:30 5 نكون انا صاحيه طبعا، يكون ورايا. سبحان الله يعني الاول كنت بنمنتج لكم الفيديو بعد الفجر اثناء ما هو يكون نايم، فالايام ديت بقى ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله ويصلح حال ولادنا كلهم، في الساعه دي نبص ليه قايم ورايا. فقلت خلاص طالما كده كده صحيوا، سخنت لهم بقى لبن وعملت لهم بيض وفطرتهم وقعدوا هم بقى يلعبوا كده قدام التلفزيون. هقول لكم ايه والله العظيم بجد كانت الساعه 5:30 الساعه 6 يعني، حتى سلايفي تحت بيقولوا لي انت كنت صاحيه الخلاط شغال والولاد عمالين يلعبوا. قلت لهم هنعمل لكم ايه بس والله غصب عني يعني الولاد بيبقوا صاحيين يعني، فاهمين؟ بس بصراحه يا بنات بننجز بقى في الوقت، بننجز يعني اليوم اللي بنصحى فيه بدري بننجز فيه. كان عندي غسيل برضو بنغسله بقى، شغلت الغساله برضو جنبيه كده بعد ما خلصت كل ده وفطرت الولاد، والولاد بقى ايه خلاص لبسوا والكلام ده كلته. كانت حوالي الساعه 8:30، طلعت بقى كده لبست الخمار العادي كده بتاع البيت وطلعت قلت لنشر الغسيل. كانت الساعه لسه 8 فاهمه يعني الساعه 8 وانا اعتبر خلصت معظم الشغل بتاعي. كل الحكايه بس اللي انا هنوضب بقى الاكل ونجهز الاكل ونحط الاكل على النار مش اكتر من كده. ننشر الغسيل بتاعي كده عشان خاطر طبعا الغسيل ده يا بنات كل يوم يعني انت مش بتغلبي يعني، او مش بايه مش بحته مش بتغلبي، الاساسي بتاعك كل يوم اللي النشير بتاعك يكون على السلك. فالحمد لله يا رب والله دي كلها نعم كثيره. احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يحميها لنا بس ويحفظها لنا، وربنا يجعل السنة الجديدة دي سنة خير وطمأنينة وراحة ورضا وسعادة يا بنات. يا رب ادعوا يا بنات والله العظيم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا وهيجعل لنا إن شاء الله بإذن الله الخير في اللي إحنا بنتمنوه. ولو حاجة إحنا بنتمنوها وربنا بعتها عنا هنتأكدوا إن شاء الله بإذن الله اللي هي 1,000,000% اللي هي كانت فيها شر لينا. عشان كده ربنا مش بيختار لنا شر أبدا، دايما ربنا بيختار لنا الخير، بس طبعا الإنسان مننا بيبقى بس عجولا يعني على طول مستعجل.
على طول بيبقى عايز الحاجة يعني، بس أكيد في كل حاجة ربنا بيبقى عطاها لِك، فاهمة، على قد ما هي تكون محنة يا بنات، على قد إن شاء الله بإذن الله ما هي تكون محنة منحة من ربنا، يعني المحنة بيبقى ربنا جاعل فيها منحة، أنتم فاهمين؟ أنا ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة خالص، أنا كإيمان يا بنات والله العظيم ادعوا لي بجد، ادعوا لي الأيام ديّة في ظروف صعبة جدًا، الحمد لله والله أنا مستقبلاها بكل رضا، فاهمين؟ أنا يعني في موضوع كده يعني بُصّي يعني أنتِ لو حاسبة الحاجة ال100 جنيه أو 1000 جنيه تبُصّي تلاقيها دخلت لِك في ال14، 15.000 جنيه، أنتِ فاهمة؟ وأنتِ طبعًا ما بتبقيش عاملة حسابِك في الحتّة ديّة، فوالله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، أكيد ربنا رايد إن فيها خير، إن عافى لي ولادي، عافى لي جوزي، عافى لي نفسي، عافى لي بيتي، الحمد لله إن هو ربنا قدّر كل شيء في الحاجة ديّة، الحاجة مهما تيجي في الفلوس يا بنات وتبعد عن صحة بني آدم، تبعد عن ولادِك، تبعد عن بيتِك، احمدي ربنا وبوسي إيدِك وِش وضهر إن ربنا جاعل لِك الحاجة ديّة حتى لو هي صعبة عليكِ، ما تقوليش صعبة، زي ربنا ما أراد إن هي الحاجة دي تيجي في طريقِك، ربنا أكيد هيريد إن شاء الله هيفُكّها من عنده وهيدبّرها لِك من عنده من حيث لا تحتسبي، بس ادعي طبعًا واستغفري ربنا واستقبلي كل شيء عندِك في حياتِك، أنا باكلّمكم على كإيمان أكيد كُلّنا بس تختلف بقى الحاجات، يعني تختلف الحاجة اللي عند إيمان عن مثلًا سارة، عن فاطمة، عن أم أدهم، كلّكم يا بنات والله عن فاتن، كلّكم حبايبي، كلّكم أم زياد، نرمين، جيهان. هند، كلكم حبيبات قلبي على راسي والله العظيم، ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم أبدًا، شادن، أم محمد برضه، كلكم بجد بجد حتى لو أنا نسيت اسم ما تزعلوش مني والله غصبٍ عني. معلش حبيباتي، خلّصت النشير بتاعي بقى، وخلاص كده بقى كانت حوالي الساعة 20:30 بالضبط، كانت خلاص كان الجو في اليوم ده كان شبورة يا حبيباتي، حسيت بقى إن الشمس خلاص طلعت كده والشبورة راحت، وأنا خلّصت الحمد لله والله حسيت برضا يا بنات، وحسيت إني طول اليوم فايقة، نظيرًا الساعة بس أول ساعتين اللي أنا اشتغلتهم من بعد الفجر دُولة، دخلت بقى كده إن شاء الله بإذن الله على المطبخ بتاعي، قُلت نشغّل البخور، وريحة البخور تبقى جنبي كده، وعطّرت الشقة بتاعتي بقى يا بنات فاهمين، ريحة البخور ده بقى بُصّي في الصبح كده مع صوت القرآن وأنتِ شغّالة في المطبخ بتاعِك، بيوديكِ في دنيا تانية وروحانيات تانية خالص، خالص. يا بنات إن كنت أنا كلمتكم عن مثلًا المشكلة اللي عندي، والله أنا مش قصدي إن أنا أعرفكم إن أنا عندي مشكلة، طبعًا أنتم أخواتي وعلى راسي، فاهمين؟ ربنا إن شاء الله بإذن الله هييسّر الأمور إن شاء الله بإذن الله، وهيرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، زي ربنا ما مدبّر لنا الشيء إن شاء الله بإذن الله هيفرجها برضه من غير إحنا ما نعرفه هي جات منين. بس أنا كل اللي أنا باقوله لِك إن أنتِ لو حتى مهما جالِك أي حاجة في حياتِك حلوة، احمدي ربنا عشان ربنا يزيدها، وِحشة احمدي ربنا إن هو عافاكِ من حاجات كتير في حياتِك ممكن كنتِ أنتِ ما أنتيش قدّيها، أنتِ فاهمة؟ إحنا مش قد يا بنات إن ربنا يا رب يا رب ما يحرمنا من ولادنا، ولا حاجة وِحشة تيجي لولادنا ولا جوازنا ولا بيوتنا، الكلام ده كلّه صعب علينا، عشان خاطر كده ربنا بيدّي كل بني آدم على حسب الطاقة اللي يقدر يستحملها، فاهمين؟ مش أكتر من كده والله يا بنات. خلاص خلّصت كده بقى، شغّلت بخوري وجِبت بقى الشبكة بتاعتي ودهنتها بس زيت كده يا بنات عشان خاطر بقى وأنتِ بتشيلي الشبكة كده من الفرخة ما تبقاش لازقة بقى في الفرخة وتفصّل لِك اللحم بتاعها وكده، ونحطها في الشبكة، وطبعًا كنت مولعة البوتاجاز بتاعي الفرن وهنحطها، طبعًا يا حبيبات بقى الدقة اللي هي فاضلة ديّة أو التتبيلة بقى اللي هي فاضلة هنحط فيها مَيّة مع ورق لوري مع ملح برضه ماشي، ونحطها تحت في الصينية اللي أنتِ حاطاه تحت اللي هي الإيه، الفرخة دي، بتعمل إيه بقى يا بنات، المَيّة دي لمّا بتغلي بتتبخّر وتطلّع بخار، فالبخار بيطرّي معاكِ الفرخة ما يخلّيش الفرخة تنشف منِّك. خلاص كده دخّلت الفرخة بتاعتي وجيت دلوقتي عشان خاطر عايزة نعمل بقى إيه، الملوخية. طبعًا إحنا بنعمل ملوخية ناشفة يا بنات، إحنا بنحب الملوخية الناشفة عن الخضرا كمان. أمي اللي بتبقى منشفاها وبتبعت لي بقى إيه، منابه وكده بيحطوا لي في برطمان وتبعته لي. فأنا ما عنديش شوربة زي ما أنتم متعودين مني طبعًا. نعمل إيه، كان عندي بقى حتة لحمة كده في عضمة تمام، طلّعتها وعملتها منها شوربة، والله العظيم يا بنات كلنا شوية ملوخية تحفة. لازمًا يا بنات كإيمان أنا بس فاهمين، لازمًا نسيب أي حاجة في التلاجة لوقت صعب، ما بنحبش ناخد كل حاجة مرة واحدة، يعني مثلًا لو حتى لو مثلًا في دكر بط هنعمله نشويه بتاع، نشيل مثلًا لو مش هنعمل محشي نشيل الرقبة مع الجوانيح، نعمل منهم شوربة في يوم نكون أنا محتاجة شوربة. زي ما شُفتِ كده، اللحمة بقى كان فيها حتّة كده فيها عضماية كبيرة، فأنا جيت حاطاها بقى مغلفاها في كيس كده، قُلت لها أنا هاحطِّك في الفريزر مسيرِك في يوم من الأيام هنحتاجِك، فجيت احتجتها النهارده، عملتها بشوربة عادي خالص، طلّعت بس معاها كده قطعتين دهن ضاني صغيّرين كده ماشي، وشوّحتهم في الحلة، وبعد كده حطيت اللحمة بتاعتي مع بصلاية مع بقى التوابل اللي أنتِ هتحطيها، وطبعًا كان عندي برضه طماطم كده متفرّزة حطيتها وعملت منها أحلى شوربة، وطلعت أحلى ملوخية. الوقت ده كان جوزي بقى جاي من الشغل، أنا كنت عاملة حسابي إن هو إيه، هييجي على الغدا،
فجه حوالي الساعة 10 الصبح. اول ما جه قال لي انا جعان بصراحه، قلت له مش هتستنى الغدا؟ قال لي لا انا جايب فول وطعميه، وكان جايب سردين طبعا، اعمل لنا الفطار اللي موجود وخلاص، اهي لقمه وخلاص وناكله بقى منين ما الاكل يجهز. قلت له خلاص ما فيش مشكله. جهزت الفول وحطيت الطعميه وقطعت طماطم وخيار وطلعت السردين وزي ما شفت كده غسلت الخضره وحطيت له الفطار وفطرنا. بعد كده بقى إيه، هديت بالأكل شوية، طبعًا كانت الفرخة خلاص دخلت التلاجة، قصدي دخلت الفرن. الملوخية برضه خلاص كانت داخلة هتنعمل، خلاص الشوربة بتنعمل. عملت بقى إيه، رز معمّر يا بنات، تمام. طبعًا يا حبيباتي زي ما قُلت لكم اللي إحنا معظم أكلنا بنحب الرز المعمّر. شايفين حتة اللحمة بقى طلعت مستوية وجميلة جدًا، مسكت بقى اللي هي الصفاية بتاعة العصير ده عادي أو الصفاية اللي هي السلك ديّة، وشِلت بقى كل البصل يا بنات، يعني صفيتها بقى من كل الشوائب اللي فيها عشان خاطر بس نحط عليها الملوخية بقى ونعمل طشة الملوخية، وتاكلي معايا أحلى طبق ملوخية ممكن تاكليه في حياتِك. زي ما قُلت لِك حاولي دايمًا تخلّي أي حاجة عندِك شوربة برضه بتاعة لحمة بتاعة بَط شيليها في التلاجة ما ترميهاش، ما عندكيش مناب لحمة زي ما قُلت لِك كده بقى تكوني أنتِ مستغنية عنه حطيه في جنب كده ما تدوّريش عليه وانسيه خالص. هتعملي بَط برضه تشويه، امسكي بقى الرقابي مع الدماغ مع الجوانيح حطيهم برضه في كيسة كده وحطيهم، يوم بقى تكوني زنقة كده ومحتاجة شوربة، ما تقوليش اللي أنا هنجيب مكعبات شوربة ومش عارفة إيه، كده الحاجة موجودة عندي. خلاص كده حطيت الملوخية الحمد لله، وجيت دلوقتي عشان خاطر نعمل الطشة بتاعتها طبعًا من التوم اللي إحنا عاملينه، معلقة زيت بسيطة كده ونحمّر بقى التومة ونجهّز معاكم الملوخية. وكان في الوقت ده الفرخة خلاص كانت دخلت في السوا بتاعها. صدقوني عملت غدا كان بُصّي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، اليوم كله كان جميل بصراحة، الحمد لله يعني. وفي عِز والله هاقول لكم يا بنات يعني ادعوا لي والله العظيم إن ربنا ييسّر لنا الحال ويفرجها من عنده. يعني بجد إحنا مضغوطين جامد اليومين دُولة، طبعًا أنتم اخواتي وما فيش حاجة يعني مخبّية عنكم. بس في نفس الوقت حبيت نطلّع جوزي بقى من الmood اللي هو فيه، وحبيت برضه نطلّع نفسي الحمد لله أنا استقبلت الحاجة ديّة بالرضا، ما زعلتش خالص الحمد لله، فداته وفدت الولاد وفدت عربية وهو ماشي على الطريق، فدت البيت، فدت كل شيء والله العظيم يا بنات. بس في نفس الوقت بقى حبيت إن أنا إيه، نعيّشه كده يوم في أول السنة إن شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة إن شاء الله بإذن الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعًا يا رب العالمين. الست الشاطرة يا بنات اللي تعرف تسعد بيتها من ما فيش، فاهمين؟ في ظل الظروف الصعبة خرّجي ولادِك وخرّجي بيتِك وخرّجي نفسِك من اللي أنتِ فيه. أمّا بالنسبة بقى للسنة الجديدة يا بنات بصراحة، أنا كنت عايزة نعمل تورتاية في البيت تمام، وكنت بقى إيه، مش ال10 ولا 20 بس إحنا كلّنا اخوات يعني، عشان خاطر بقى نروح ونجيب حاجات التورتاية عشان خاطر نعملها في البيت. رُحت يا بنات عشان نجيب نُص كيلو كريم شانتيه، مش عارفة قال لي ب160 جنيه والّا أندر إيه مش عارفة فاكرة، المهم لقيت كل مجموع الحاجات اللي أنا هنجيبها من برّه دخلت في ال300 جنيه، أنتم فاهمين؟ أي نعم ممكن تعمل لِك كمان تورتاية في مرّة تانية، بس لأ أنا قُلت لأ أنا كده المبلغ مش يعني إيه، مش هيأدّيني لكده، لإن أنا ورايا متطلبات تانية. فأنا استغلّيت بقى الحاجات ديّة وقُلت لأ أنا هاجيب لهم تورتاية صغيّرة كده برضه من اسم اللي أنا فرّحتهم، وفي نفس الوقت اللي أنا بقى ما أكونش أنا وأجهدت نفسي في اليوم واليوم ضاع عليَّ وعلى كده. خلاص جينا بقى دلوقتي لميعاد الغدا يا بنات نحط الغدا، مسكت طماطمتين كده قطّعتهم مع جزراية مع خياراية، شايفين اللي أنتم شايفينه ده يا بنات، وجِبت برضه من الدقة بقى اللي إحنا عملناها مع بعض كده في أول الفيديو، حطيت بقى وجهّزت إن شاء الله بإذن الله طبق السلطة بتاعي، ما حبيتش بقى اللي أنا أعمل سلطة زي كل مرة أهو تشكيل وخلاص. وبرضه كان جوزي بقى وهو جاي من الشغل يعني الحاجة طبعًا بيسأل برضه الحاجة اللي إيه، يعني الحاجة اللي هتمشّيني برضه لغاية ما أروح أنا السوق، أو هو مش بنروح كتير والله هو اللي بيروح على طول. قُلت له: "هات لي طماطم معاك، هات تفاح عشان خاطر الولاد والحضانة، هات خيار، هات جزر." جاب بقى الحاجات اللي إيه، اللي هي كانت ناقصة في التلاجة وكده. فأنا خلاص كده مسكت بقى الباسكات بتاعته التلاجة هنعبيهم وندخّلهم برضه في التلاجة على حسب بقى ما يكون هو إن شاء الله بإذن الله كان في الوقت ده كان نايم. أنا جهّزت بس الأكل كده على ما يصحوا بقى الولاد من نومهم هُم وباباهم، كنت نجهّز الأكل ونحط الأكل. يا رب الفيديو النهارده يا بنات ما يكونش اللي هو تقِّل عليكم وطوّل عليكم أرجو إن أنتم تستفادوا من الفيديو بتاعي، ما يكونش بيبقى بتحسّوا بملل أو بأي ضيق أو بأي ضغوطات فيه. أنا بس بنحب نشارككم الأيام عشان خاطر تحسّوا بالبساطة والرضا. أحمد ووسام لسه جايين من الحضانة وأنا بامنتج لكم الفيديو. جيت دلوقتي بقى يا بنات الولاد خلاص أنا بامنتج لكم فيديو هُم جايين من الحضانة معلش الوقت بس. جيت بقى دلوقتي عشان خاطر بقى نحط لكم الأكل أهوّة، نحط لكم الأكل معلش نحط معاكم الأكل تمام. فجيت بقى إيه، طلّعت بقى الفرخة بتاعتي شايفين يا بنات من غير ما بقى حاطة زيت على السلك بتاع الشواية، فالفرخة بتطلع معاكِ بسهولة. حطيت جرجير وحطيت بقى حاجات تحت الطبق كده إن شاء الله بإذن الله ونقدّم الأكل بقى. والرز بتاعي برضه كان استوى الحمد لله. هنحط بس الفحمة كده إن شاء الله بإذن الله عشان خاطر بقى تبقى فراخ مشوية بجد يعني مش اسم فراخ مشوية وخلاص، فاهمين؟
هنحطها ونحط بقى الزيت، وان شاء الله باذن الله كده كان الفيديو خلاص جينا للنهايه بعد ما اتغدينا بقى ان شاء الله باذن الله وجهزنا الغدا كده يا بنات. خدنا نفسينا وخدنا الولاد وطلعنا بقى ان شاء الله باذن الله. كان الوقت ده كان خلاص في قريب المغرب كده، وطلعنا بقى رحنا بلد جنبينا عشان خاطر نجيب لهم تورتايه كده بسيطه زي ما قلت لكم. انا كنت عامله حسابي ان انا هنعملها لهم في البيت، فلقيت التكلفه بصراحه لا، انا قلت إيه اللي خلاني واقفه من الصبح عشان خاطر بقى نعمل ونخلي؟ طب ما انا هنروح نبقى نجيبها جاهزه وخلاص ان شاء الله باذن الله، واسمي فرحتهم. واقل حاجه بتبسط الولاد يا بنات، والحمد لله الحمد لله ربنا رايد لنا بالستر وجعل لنا ان شاء الله باذن الله الخير كله، الحمد لله. اهم حاجه نعمه الرضا. خلصت كده ان شاء الله باذن الله غدايا، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنقدم دلوقتي بقى الاكل عشان خاطر اللي احنا بعد كده هنلبس ونلبس الولاد ونروح ان شاء الله باذن الله نجيبوا التورتايه. شاركوا معايا بقى اليوم، حبيت ان انا اشارككم يعني اعتبر كده انا اول ما صحيت من النوم. بصي يا بنات انا هقول لكم على حاجه، انت لو انت هتعملي يوم زي ده، اي نعم اللي انت مش هتبقي 100% في كل حاجه، يعني مش هتبقي 100% اللي انت هتنضفي الشقه وتروقي وتعملي اكل وتجهزي الاولاد والكلام ده كله. انا مش معاكي في كده، بس اهم حاجه تبقى قبليها اللي انت مثلا من بالليل كده مخليه الشقه بتاعتك رايقه، مخليه الشقه بتاعتك نظيفه. يا دوبك بس هتصحي النوم تسوي سراير، لو هتشفطي بالمكنسه الكهربائيه هتشفطي. فعشان كده ان شاء الله باذن الله يعني انا هقول لكم شاركتكم اليوم كله. طبعا ما جبتش اتصورش معاكم في الشقه نظفت ازاي روقت ازاي، ما فيش الكلام ده كله. بس زي ما قلت لكم انا عامله ده كله من بالليل، يا دوبك كده اول ما صحيت من مكاني توكلوا على الله، دخلت كده سويت الاوضه تحتي، فرشت السرير بتاعي، روقت كل حاجة عشان عارفة بقى اليوم كله هيبقى كله طول النهاردة في المطبخ. الغسيل برضو بتاعنا اللي بيبقى مكلكع الدنيا في أي مكان، ما حبيتش اللي هو بقى يستنى والكلام ده كله. أتمنى النهاردة الفيديو يكون شجعكم ونشطكم، والحمد لله الحمد لله تكونوا استفدتوا منه إن شاء الله بإذن الله. خلصت كده إن شاء الله بإذن الله، ركبنا وكنا ماشيين بقى رايحين في الطريق، كنا خلص كده في الوقت الغروب بقى، الوقت الجميل الوقت الهادي اللي فاهمين بيبقى الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، بيبقى فيه هدوء كده وسكون والكلام ده كله. بابانا خدنا ورحنا بقى ان شاء الله باذن الله، جبنا حاجات بسيطه برضو للولاد، وجبت لهم انا بقى التورتايه كده بصراحه. وكان جوزي ما يعرفش خالص والله يا بنات، ولا جبت له سيره خالص، قلت له بس وقفنا عند اي محل حلويات ونزلت انا جبتها. طبعا جبت تورتايه كده بسيطه على قدينا ديت يا بنات، عامله 130 جنيه تمام. حاجه بسيطه فرحت الولاد فرحهم. وسام كانت مفكره العيد، قلت لا يا ماما دي مش عيد ميلادك، فرق طبعا بين عيد الميلاد وديت بدايه سنه جديده ان شاء الله باذن الله. وفضلنا بقى ندعو كده ونقول للولاد ادعوا انا ندعو ونخليهم يدعوا ورايا، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. جينا بقى لنهايه الفيديو، اتمنى النهارده ما يكونش الفيديو طول معاكم، واتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا منه يا بنات، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.